أبو بكر، فماتت وهي هاجرة أبو بكر، وأبو بكر ليس مسلم عادي، بل ثاني اثنان صاحب النبي الصديق. إذا تهجر مسلم عادي تموت عند أهل السنة تروح للنار. ففاطمة هجرة الخليفة الصديق أبو بكر، فهل هي ينطبق عليها هذا الحديث؟ تفضل. يعني هو صحيح، أنا كنت عرفت إن السيدة فاطمة غضبانة على سيدنا أبو بكر وعمر. صحيح، هي كانت ميتة غضبانة عليهم، وحجرتهم وما رضتش تكلمهم. لا، هم اللي كده أساءوا للسيدة فاطمة، مش هي اللي أساءت لهم، هم اللي أساءوا للسيدة فاطمة. أبو بكر وعمر يسيء لبنت رسول الله؟ أيوة أخي، ما هم الصحابة اجتهدوا فأخطأوا. وفاطمة الزهراء ماتت وهي حزينة على أبو بكر وعمر؟ لا لا، مش حزينة عليهم، غضبانة عليهم. أشد من الحزن؟ نعم نعم نعم. هل هذا يؤذي قلب رسول الله؟ صحيح يا أخي، نعم نعم، يؤذي رسول الله. نعم. والذي يؤذي رسول الله في القرآن ماذا قال الله تعالى؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فهل أبو بكر وعمر ملعونين؟ يا أخي، سيدنا أبو بكر وعمر هم كفرة فجرة باعتدائهم على السيدة فاطمة الزهراء. فهم اجتهدوا فأخطأوا يعني يا شيخ، فاهمني ازاي؟ كفر فجر شنو اجتهدوا فأخطأوا. والله العظيم، والله يا عم علاء كانوا ماشيين ورا أئمة ضلال وأئمة أهل النار، والله العظيم. الصحابة خير الناس بعد سيدنا محمد، العشر المبشرين بالجنة، ثاني اثنين، وكله كذب، والله كله كذب. انا مش عايز، انا حاسس ان الواحد، هو انا من زمان، بس الواحد حاسس ان هو دخل دين جديد، يعني دين بينزه الرسول، بيقول عليه معصوم، بيحب اهل البيت اللي سيدنا محمد وصاهم بيه. سجلوا يا شيعة. اي تفضل. يعني سيدنا محمد اصلا في مواقف عديده، اوصيكم الله باهل بيتي، اوصيكم الله باهل بيتي. سوره الانبياء حضرتك، الانبياء كلها ما جت يعني تطلب الاجر بتاعها من ربنا سبحانه وتعالى، ومن ناسها قل ان اجري